المعنى الحقيقي للغدر هتلاقيه في جريمة النهاردة. آية شغالة في مستشفى مع مامتها اللي اسمها حنان شوقي. اتعرفت آية على موظف في شركة الكهرباء اسمه محمد عنده 30 سنة. اتقدم لها محمد وكانت ظروفه كويسة، وربنا أكرمهم بالولد والبنت. محمد كان شغال موظف في شركة المية في جهينة محافظة سوهاج، شغلته فني ميكانيكا. وكان بعد الشغل ما يخلص عنده ورشة وشغال مع نفسه وربنا موسع عليه. محمد كان موفر لبيته كل حاجة ودخله كويس ومراته مرتاحة، بس الشيطان ما بيسيبش حد. وفي يوم حماته جت تزورهم وعملت تمثيلية قدامه على إنها اتأخرت عليهم لأن كانت في واحدة من الجيران جاية تاخد منها أرباح الفلوس بتاعتها. وهنا محمد سألها: فلوس إيه يا حماتي؟ قالت له: وأنت ما تعرفش إن أنا تجارتي بتكسب وفي ناس بتشغل فلوسها عندي؟ قال لها: لأ، هي ما قالتليش. طب أنت بتدي أرباح كام؟ ومحمد عجبه الربح. وهنا اتشجع محمد وقال لها: خلاص، أنا معايا 300 ألف جنيه، خديهم شغليهم وباخد منك الربح. بس محمد برضه فاجئها وقال لها: